بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله ان يعجبكم. الروتين بتاعي روتين كالمعتاد معروف وما فيهوش جديد صراحة، ولكن الجديد معاكم النهاردة في الكلام اللي انا هتكلمه معاكم. يعني حابة أتكلم معاكم كده باستفاضة، وحابة أفضفض مع كل إخواتي وحبايبي اللي دايما يعني عندهم سعة صدر ليا وبيسمعوني وبيسمعوا كلامي بكل حب كمان. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا أنا ما كنتش يعني ما كانش ده الروتين صراحة خالص اللي كان في دماغي وكنت هصوره معاكم، ولكن حبيت يعني ان انا انزل معاكم روتين كده تكونوا انتوا واخدين عليه وعارفينه، بحيث ان انا مش هتكلم عن الروتين ان انتوا عارفينه، ولكن هتكلم معاكم كلمتين من قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى ان شاء الله يعني ان انتوا حبايبي تفهموني وتقدروا موقفي. طبعا حبايبي، امبارح في الفيديو بتاعي امبارح اللي هو اخر فيديو نزل، كان جالي تعليق من حد برضو متابع لنا عن لبسي يعني وكده، وان يعني ده مش لا يليق يعني ان انا البس اللبس الضيق ده. طبعا انا خدت التعليق مش كنوع من الهجوم ابدا اطلاقا والله، بالعكس انا خدت التعليق ده بشكل النصيحة. وطبعا انا من حقي عليكم ان انتوا تنصحوني لما تكونوا شايفين ام امير يعني في حاجة غلط في حياتها او في قراراتها او ايا كان، فمن حقكم طبعا، لان خلاص احنا بقينا اهل وبقينا اخوات وانتوا دخلتوا حياتي، فمن حقي عليكم ان انتوا تنصحوني. فانا اخدت التعليق بصراحة بشكل النصيحة من اخوات لاختهم. اخت هم بيخافوا عليها ويخافوا على سمعتها ويخافوا على شكلها او مظهرها برضو العام، لان دلوقتي يعني ام امير مش بتظهر على شخص او اتنين او حد في محيط العيلة بتاعتها، لا، او في محيط القرية بتاعتها، لا، ام امير دلوقتي زي ما بتشوفوا بتظهر ممكن يعني في جميع انحاء العالم في ناس بتتابعني وبتشوفني. فأحب طبعا أن يكون مظهري منظر يليق ب... بإنسانة مسلمة مؤمنة ماشية طبعا يعني على نهج الله وسنة رسوله. فأنا أخدت التعليق بمنتهى الحب صراحة، ما خدتهوش أبدا بشكل انتقاد أو هجوم عليا، بالعكس أنا خدته بمبدأ النصيحة. ولكن حابة يعني أوضح لكم برضو أمر أنا ما كنتش حابة أن أنا أتكلم فيه. أول حاجة، ان انا والله العظيم عمري ما تعمدت ابدا ان انا اطلع بلبس ضيق او لبس شفاف، ان انا اظهر بيه او الفت النظر بيه، والله العظيم. رغم مع ذلك يعني انتوا نفسكم هتحكموا. لو حابه ان انا اطلع بلبس متعمده ان انا اطلع بلبس ضيق، كنت مثلا لبست لبس يعني احسن من كده، وانما زي ما انتوا شايفين انا بسيطة جدا ولبسي على قد جدا. يعني اللي حابب يظهر طبعا ويظهر مفاتن جسمه بيدور على لبس شيك، بيدور على لبس غالي، بيدور على لبس ملفت للنظر. انما زي ما انتوا شايفين انا لبسي يعني بسيط جدا وعلى قد حالي جدا. طبعا ما كنتش حابة اتكلم في الموضوع ده اطلاقا. انا بطلع اشارككم معايا اليوم بتاعي بطبيعتي، انسانة فقيرة على الله، فقيرة على الله الحمد لله على كل حال. مش فقيرة كإنسانة، لا اطلاقا، فقيرة على الله.
طبعا زي ما انتوا شايفين، لبس بسيط، حياتي بسيطة، إنسانة طبيعية جدا عايشة في بيتها بكل طبيعتها. لما دخلت القناة ما كنتش أتخيل أبدا إن الناس دي تبقى في حياتي، وإن الناس من جميع أنحاء العالم تتابعني. ولا كنت أحلم في يوم من الأيام إن يكون عندي 1000 مشترك واحد، يعني كنت بأحلم إن أنا أحقق 1000 مشترك. ما شاء الله دلوقتي بفضلكم طبعا، بفضل ربنا ثم فضلكم عليا، يعني داخلين على 8000. فدي بالنسبة لي حلم كان بعيد. طبعا ممكن تقولوا لي يعني في ناس بتوصل المليون وال10 مليون كمان واكتر، ولكن انا بقى احكي لكم عني انا كإنسانة فلاحة فقيرة بسيطة جدا. ما كنتش احلم ولا اتخيل اساسا ان انا افتح قناة، لاني لا كان من هوايات التصوير. خجلي وكسوفي طول عمري وطول حياتي. يمكن دلوقتي بدأت اتكلم معاكم، يعني زي شوفوا كده، خشوا الفيديوهات القديمة من اول ما بدأت ما كنتش بعرف اتكلم كلمتين على بعض. دلوقتي طبعا بتشجيعكم ليا وثقتكم فيا، واديتوني ثقة في نفسي، انتم اديتوني ثقة في نفسي ان انا اتكلم و... واشارك معاكم الاجواء بتاعتنا كفلاحين ناس بسيطة. فاول شيء، والله 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 العظيم ما تعمدت اطلاقا ان انا اظهر بشكل يلفت النظر او بهدوم تلفت النظر، سواء لبس ضيق سواء لبس شفاف. طبعا اللي عارف ام امير وحابب ام امير وعارف ان انا صادقة في كلامي هيصدقني. والله العظيم وربنا يشهد عليا في كل كلمة بقولها. الحمد لله انا بصلي الفرض بفرضه، والله العظيم ما بسيب فرض يجي على التاني، اللهم لك الحمد. الفرض بيتصلى في ميعاده. اعرف ربنا بما فيه الكفاية. يعني مش هقول لكم ان انا عالمة من علماء الدين، لا، يمكن انا جاهلة بالدين جدا، ولكن الاعمال بالنيات. فانا يعني معرفتي بالدين بسيطة وعلى قدي كإنسانة فلاحة بسيطة. تعليمي على قدي، ما وصلتش من التعليم لمرحلة ان انا يعني اتكلم فيها، لا، تعليمي على قدي. فخبرتي بالدين قليلة، ولكن ايماني بالله قوي جدا ملوش حدود، ويقيني في الله ملهوش حدود. وثقتي في الله برضو ملهاش حدود ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا طبعا اول حاجة انا لما فتحت القناة ديت، اول شيء كان من اولويات فتح للقناة ان تكون مصدر دخل لبيتي. طبعا الناس اللي بتخش وتقول لي انت ما عندكيش غير عيلين 2 بس، ما عندكيش غير امير وياسمين، وعندك انتاج. ناس ياما قالتها لي سواء على الخاص او على القناة. حبايبي انتوا لو عشتوا معايا تفاصيل حياتي من البداية، من اول ما اتجوزت، هتعرفوا ان انا اتجوزت طلعت بديون. يعني لما طبعا اتجوزت وكنت قاعدة في بيت عيلة وجينا اتعزلنا طلعنا بديون، يعني يعتبر الجوازة بتاعتنا انا وابو امير دي طلعت دين علينا. ما كانش فيه اطلاقا اي مصدر للدخل. ابو امير ما يعني انا هكلمكم ببساطة. طبعا ابو امير ما تعلمش، فبالتالي ما طلعش انه يشتغل بره. فبالتالي مفيش، هو مش صاحب وظيفة او مش صاحب دخل شهري او الكلام ده كله. احنا ناس بتشتغل بايدينا بدراعنا. طلعنا مفيش مصدر للدخل اطلاقا، على الاطلاق بالمرة. طلعنا بديون علينا. طبعا بدأنا نجيبه، احنا فلاحين واولاد فلاحين، يعني احنا عيلتنا فلاحين، سواء انا او ابو امير. فاحنا ما فيش حاجة نعرفه نشتغلوها غير الفلاحة. خصوصا ان ابو امير زي ما قلت لكم ما يعني ما كملش تعليمه وكده، فما فيش، اللهم صل على سيدنا محمد، فما فيش ما فيش دخل او ما فيش يعني وظيفة او حاجة تانية ان احنا يدخل لنا منها دخل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاحنا بدأنا نجيبوا البهايم دي. طبعا البهايم مش بتاعتنا،
راس المال زي ما قلت لكم في فيديوهات تانية برضو، ما حبيتش اتكلم في الموضوع ده ياما، يمكن فيديوهات بسيطة اللي انا اتكلمت فيها وقلت ان البهايم ديت بالفايدة. يعني ايه بالفايدة؟ يعني راس المال مش بتاعنا، انتاج العجول بيكون بالنص، انتاج اللبن بيكون ليا انا، لان انا بقى اعالج البهايم دي، وانا بقى باوكلهم، وانا بقى بهتم بيهم وبأصرف عليهم، يعني بعتبرهم هم يعتبروا بهايمي او ملكي، يعتبروا ملكي، ولكن الحقيقة ان راس المال مش بتاعي، راس المال كامل مش بتاعي، ولكن انتاج العجول ده بيكون بالنص، المواليد يعني. انتاج اللبن بيكون ليا انا لدخلي. طبعا انتاج اللبن بتاعي سواء لبن حليب بقى ابيعه، سواء زبدة، سواء قشطة، سواء مرتة، سواء جبنة قديمة، سواء جبنة بيضة، ايا كان سمنة، ايا كان من انتاج اللبن بتاعي اللي انا بأبيعه. طبعا بأصرف على البيت مية، نور، غاز، نت، اللهم صل على سيدنا محمد، دروس عيالي، مواصلاتي، مواصلاتهم طبعا اقصد يعني مواصلات اي ياسمين بتركب مواصلات، وامير بيركب برضو، يعني ابوه لما بيكون في البيت بيوديه، مش في البيت بطلع اوديه مواصلات، فبدفع له اجره. اللهم صل على سيدنا محمد، علاج، كشوفات، ايا كان، كل مصاريف البيت طالعه من انتاج اللبن اللي انا بانتجه. طبعا اللهم لك الحمد، الحمد لله رزقي مكفيني. وبرضه انا ما كنتش حابه اتكلم في النقطه دي، وهعيدها تاني، ما كنتش حابه اتكلم في النقطه دي لكل الناس اللي كانت، يعني دي ما كانش كمان على القناه بس، ده كان على القناه وكان على الخاص، وكان وجها لوجه في اجواء المحيط اللي انا عايشه فيه، اجواء القريه بتاعتي. كانت الناس بتقول لي ده اسلوب شحاته ان انت تفتحي قناه، ده اسلوب شحاته، انت طالعه بتشحتي علني. لا، انا ما بشحتش حاجه من حد، الحمد لله انا رزقي مكفيني ومكفي بيتي، ولكن لازم اشتغل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فأنا لازم أشتغل. مصاريفي مكفياني صحيح، بس مكفياني مش ان انا مثلا معايا فلوس بالفايض طبعا ان أنا اطلع اشتري لبس. لو تاخدوا بالكم من الفيديوهات بتاعتي، اللبس بتاعي ما تعداش عباية 2 3 بالكتير، سواء صيفي او شتوي. مش كل يوم بأظهر بعباية مثلا عشان اقول ان كل لبس ضيق او كده، لا، زي ما انتوا شايفين انا لبسي بسيط جدا وعلى قد حالي جدا، ولكن الحمد لله على قد ما اقدر بحاول ان التصوير ما يكونش فيه، طبعا مش بتعمد ان انا اقف قدام كاميرا طبعا او اي شيء من الاشياء ديت. انا حبيت بس اوضح الصورة، ولكن برضو هرجع واقول لكم عمري ما خدت النصيحة ك... كشكل من اشكال الهجوم عليا او كشكل من اشكال الانتقاد، لا بالعكس انا واخداه كنصيحة. وطبعا يعني في الاول وفي الاخر انا باشكركم، يعني كتر الف خيركم ان انتوا بتسمعوني، عارفة ان انا بتكلم ياما، عارفة ان انا مملة في الكلام، عارفة ان الروتين بتاعي مش بسيط، ده تحت البسيط بمراحل، ولكن طبعا انا حبيت ان ارفع من مستوى معيشتي. طبعا والله العظيم مش حب في الفلوس ولا حب في الشهرة ابدا اطلاقا، وانا عمري ما كنت بتاع التصوير، ولا عمري زي ما قلت لكم والله العظيم انا باخجل ان يعني عمري في حياتي سواء في مناسبة عندنا في بيتنا في اي مكان عمري ما صورت اطلاقا، حتى صور للذكرى كده مع اهلي عمرها ما حصلت. اول تصويري واول ظهوري كان على القناة، وسبحان الله يمكن ربنا اللي عمل كده عشان اوضح للناس حاجات ياما ما كانت تايهة عن بالهم. طبعا الفيديو ده الوقت بتاعه مش طويل، المدة الزمنية مش طويلة ان انا اتكلم معاكم باستفاضة اكتر، ولكن انا حبيت برضو اديكم فكرة عن حياة ام امير. ويعني وعارفة طبعا ان انتوا هتسمعوا مني الكلام بكل محبة، لان عارفة فعلا ان انتوا بتحبوني، وعارفة ان المحتوى بتاعي ما يستاهلش ناس جميلة زيكم ان انتوا تخشوا وتشاركوني الفيديوهات، ولكن ده كنوع من جبر الخاطر ليا، انا فاهمة ده كويس جدا ان انتوا بتخشوا، اي انسان بيخش يكتب لي كلمة حلوة او حتى بيحط لي لايك، عارفة ان ده دعم كبير ليا، دعم معنوي جدا كبير جدا.
فده في حد ذاته حاجة في قلبي يعني كبيرة. كتر ألف خيركم، هعيدها وازيدها في كل الفيديوهات، كتر ألف خيركم على سماعكم ليا وعلى احتوائكم ليا كأخت ليكم، سواء بالنصيحة سواء بالدعوة منكم سواء بجبر خاطركم ليا بمشاهدة الفيديوهات طبعا. لان طبعا لحد النهاردة القناة دي انا ما خدتش منها ربح، ولكن بأسعى يعني ان ربنا يرزقني منها ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو بتاعي ما يكونش يعني ما يكونش ممل بالنسبة لكم، اتمنى ان ما اكونش صدعتكم بكلامي. اتمنى ان انتوا تاخدوا مني الكلام كأخت بتفضفض مع اخواتها. يعني واتمنى في نفس الوقت برضو ان القناة بتاعتي في يوم من الايام تكبر ويكون ليا منها مصدر للدخل، وساعتها هتشوفوا لبس ام امير على حاجة هيكون ايه، اللبس الواسع، اللبس اللي يليق بانسانة مسلمة، واجهة لعيالها قبل كل شيء وقبل اي انسان في الدنيا. انا واجهة لنفسي وواجهة لعيالي واهل بيتي. اتمنى ان انا اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة شيقة وممتعة برضو ومفيدة في نفس الوقت ان شاء الله يا رب العالمين، حتى ولو بتستفيدوا مني استفادة بسيطة. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.